واليوم جيت باش نشارك معاكم الهاشوار اللي شريت واللي تنصحكم بيها مليون مرة. ماركة ألمانية. صراحة شي حاجة اللي توب توب توب. غادي نوريكم الأشياء اللي استعملت بيها ونجربها قدامكم باش تشوفوا قدام عينيكم كيفاش تبارك الله تطحن، كيفاش تهاشي اي حاجه درتوها فيها بواحد الليونه وبواحد السهوله. والصراحه شي حاجه اللي غادي تنفعكم وتكون صديقه ديالكم في المطبخ. تنصحكم بها بزاف لان كاين بزاف ديال الاشكال في السوق اللي في الصراحه لا كاليتي ديالهم خايبه، لا بويسونس ديالهم ما زويناش. ولا رجعتوا للفيديو السابق اللي نحط لكم في صندوق الوصف غتشوفوا الاشكال اللي ما تاخذوهاش والاشكال اللي تنصحكم بها عن تجربه. وبقاو معايا باش تشوفوا اشنو درت بهاد الاشوار. والمهم هنا كيف ما موضح امامكم، هنا عندي كاوكاو مهرمش، اللوز محمر ومهرمش، اللوز مسلوق ومهرمش، واللوز اون بودغ يعني الدقيق ديال اللوز. هنايا درت لكم بعض المراحل باش زعما تشوفوا الطريقه كيفاش تطحن داكشي، ولكن غنعطيكم مراحل مفصله. صراحه هاد الاشوار الله يعمرها دار، غتكون صديقه ديالكم في المطبخ. ماشي غير هادشي، غتحتاجوها لكل شيء، اي حاجه. بزاف ديال الحوايج غادا تهنيكم منهم يعني. ما نقولش لكم رائعه بلا قياس. هنايا اول حاجه وريتكم الموس اللي فيه جوج مواس فقط، هذا هو اللي تنطحنوا به النواشف او تنطحنوا به مثلا اللحم، او غندوز المرحله اللي فيها اللحم في الاخر وغتشوفوا كيفاش تدير لك هاد العشوار الكفته. ما بقاش تحتاجي تجيبي الكفته من عند الجزار. هنايا عندنا الهشوار فيها رقم واحد ورقم جوج. نبداو برقم واحد ديما باش نحافظوا عليها، ما نبقاوش نعطيو هذاك الضغط الكثير، وهي دغيا تتهشي لينا نتوما. يعني كاوكاو كونكاسي او مهرمش، او يعني بسهوله تتحصلوا عليه وبواحد النتيجه زوينه. ماشي بحال البلاندر، ماشي بحال الراس اللي تطحن العطريه وداكشي داك ما تيخليش ماشي يعني تيجي شي مهرماش. شوفوا هادو تكون نفس القياس بالطريقه اللي بغيتي، غليظ رقيق كيف ما بغيتيه تتخرجوا لك هاد الهشوار. هنايا خديت اللوز اللي ديجا سلقته ونشفته، ضروري يكون منشف بحال غادي ديروا به العقده ديال اللوز. وهنا غادا محتاجه انا اللوز كونكاسي رقيق. هانتوما غتشوفوا كيفاش بسرعه 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 يعني بسرعه تضغطوا على رقم، لان فيها بزاف ديال الريوس، فيها الفوق بزاف ديال البطونات، واحد وجوج. تبداو بواحد هي الاولى، ومن بعد تتوركوا. شفتوا انا بدلت ووركت على جوج بسرعه بسرعه تتهرمش يعني. ما نقولش لكم ضغطه جوج اربعه ضغطات هانتوما تحصلوا على داكشي اللي بغيتو. هنا حصلت على اللوز كونكاسي. هنايا لانني كنت بغيتو يكون رقيق بزاف، عاودت يعني وريتكم. لا بغيتوه غليظ راه تتحصلوا عليه غليظ، بغيتوه رقيق تمشيو تديروا داكشي اللي بغيتو نتوما. هانتوما وبواحد السرعه زعما ما نقولش لكم. وهاد الهشوار صدقات رائعه. هنايا عندي اللوز محمر، يعني بغيت نشارك معكم بان اللوز محمر تيكون قاصح شويه على انه غير مسلوق وناشف. وهانتوما غتشوفوا التجربه، يعني شي حوايج اللي غتحتاجوهم في رمضان، اللي غتحتاجوهم في الاعياد، اللي غتحتاجوهم في المطبخ ديالكم. هنا رقم واحد كيف ما قلت لكم هي الاولى. تنحاول نبين لكم بانني تنضغط على رقم واحد عاد باش نضغط على البطونه اللي فيها رقم جوج. وهانتوما يعني بواحد السرعه راه ما تنحبسش انا كاع الفيديو دابا، تنمشي معكم هكا مرحله بمرحله. وانا حصلت على اللوز كونكاسي مهرمش. هانتوما لوز كونكاسي مهرمش رقيق، لان انا بغيت هاد سميتو يكون رقيق، ما بغيتوش غير بغيتو غليظ. ما تتوركوش بزاف، تضغطوش بزاف في مده قليله. وهنايا هانتوما بودغ ديال اللوز، شوفوا كي تتحصلوا عليه بلا ما تشريوه بواحد الثمن باهظ، غتقادوه في المطبخ ديالكم. وهذا كاوكاو اللي قديت معكم في الاول حتى هو هرمشتو حتى هو كونكاسي. غننتقلوا دابا الحاجه الرئيسيه اللي كنكونوا محتاجنا ديما في المطبخ، اللي هي القزبر والبقدونس، اللي غنحتاجوها في رمضان، اللي تنحتاجوها ديما 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 تلقاو مشكل ديال كيفاش نقطعوه تنعكزوه المهم الهشوار اول حاجه ما تنساوش انكم ديروا لها الجلده ديالها لتحت عاد باش تحطوها باش تشد الكيليبر ديالها فوق هذاك البلون طرافاي.
هنايا اكسبري درت هاد القبطه كامله ديال القزبر والبقدونس بلا ما نقطعها، باش تشوفوا النتيجه كيفاش، زعما ديك النتيجه ديال هاد الاشواط كيفاش دايره. اما في الصراحه ما ديروش بحالي، يعني على الاقل قطعوا على واحد أربعة ولا شي حاجه باش تحافظوا عليها اطول مده ممكنه. هانتوما هنايا بديت بواحد هذا، شوفوا السرعه بعدا، لان 800 واط السرعه فيها، الموتور فيها مجهد. وهنا غنوريكم بانني ضغطت على رقم جوج، وشوفوا راه هنا ما حبستش، ما حبستش، يعني راه الفيديو مشى هكا، يعني تضغطوا واحد 5 ضغطات ماكسيموم تحصلوا على هذه النتيجه الرائعه. شوفوا يعني ما بقيش يكون عندكم مشكل نهائيا ديال القزبر والبقدونس، واخا تجيبوا حتى 2 ربطات طحنوا في البلاصه قادوهم ديروهم في الكونجيلاتور عندكم. هنايا غندخلوا للكفته ديال لادانت. هنا عندي بيضات ديال لادانت. الكفته حتى هي ما باقيش، تمشيو تشريوها ديروها على يديكم وعلى راسكم اش تتقادوا. هنايا عندي طريفات ديال البصله، طريفات ديال القزبر والبقدونس، هنايا طريفات ديال الكفته. غادا نبدا بواحد كيف ديما، شفتوا 3 ضغطات خفاف. غنحول يديا، هانتوما راه والو، ما حبسش الفيديو قدامكم، صافي حصلت على الكفته وبواحد النتيجه اللي رائعه، وعارفين اشنو دايرين فيها، وعارفين بان اللحم طري وكل. شوفوا الكفته كي دايره تبارك الله ما شاء الله. وغادي ننتقلوا دابا لشي حاجه اللي صعاب من الكفته ديال لادانت. شنو هي اللي صعب من الكفته ديال لادانت؟ عرفتوها يمكن ياك؟ اللي صعب من الكفته ديال لادانت ديال الكفته ديال اللحم، يعني اللحم هو اللي تيكون شويه قاصح، وخاصنا نحتاجو شي حاجه اللي تكون سوليد باش نطحنوه. هنايا هذه لادانت دابا تنوريكم، والاولى اللي ضغطت عليها هذه ديال اللحم. ايوا تعالوا نقاد انا وياكم الكفته ديال اللحم، وقولوا لي هاد الهاشوار راه ماشي حادقه، راه لالت الحادقات. ايوا هانتوما ديما حنا في اللحم تنستعملوا وشي حاجه اللي قاصحه بحال اللوز ولا الكركاع، تنستعملوا الموس اللي فيه 2 مواس. بالنسبه للقزبر والبقدونس راكم شفتوني بانني استعملت الموس اللي فيه 4 المواس. هنايا درت طريفات ديال اللحم، درت طريفات ديال الشحمه، ديال ديال الكليه. واكسبري بغيت ندير لكم شويه الشحمه باش تشوفوا بان راه ما تلصقش هذاك الشيء، وتجي تطلع كفته بواحد النتيجه رائعه. هنايا درت بصيله، كلشي ديروه. لا صالاد الا بغيتو ديروها فيها تديروا مطيشه، بصيله، خيار، اللي بغيتو تضربوا 2 ضربات. ها هي لا صالاد عندكم، يعني لا صالاد ديال المعكازين مثلا ما عندكمش الوقت ولا شي حاجه، راه فيت في تتقادوها. هانتوما شوفوا القزبر قطعتو انا غليظ. المهم القزبر ما ديروش بحالي انا في الفيديو اللي سبق، حاولوا تقطعوا شويه باش ديما تحافظوا على اي حاجه عندكم في المطبخ، حافظوا عليها باش هاد الاشواط تبقى معكم واحد المده طويله. شوفوا هنايا كنت نضغط برقم 1، هنا غنتحول لرقم 2، وراه ما حابساش الفيديو، واخا غيجي شويه طويل ولكن ماشي مشكل باش تشوفوا الشرح. هانتوما شوف، ها بسرعه البرق غتحصلوا على شوفوا الكفته تبارك الله. شوفوا الكفته كي دايره، وماشي البصله ميهات ولا لا، البصله تتبقى هكاك كنقول لكم بحال مشلضه، يعني البصله تتبقى باينه ما تطلق لا الماء ديالها لا والو. والكفيته غندوزوها في لاشابلور، ولا شابلور حتى هو غادي نقادوه في هاد لاله الحادقه. ايوا تعالوا تشوفوا معايا لا شابلور والخبز قاصح ويابس، وجو تشوفوا كيفاش غادي تطحنوا لنا بسرعه. وغادا ديروا لنا كونكاسي، ماشي زعما غطحنوا لنا يولي ملكك مزيان، يعني تعطيك النتيجه اللي انتي بغيتي. هانتوما هنايا تنضغط في رقم 1، ديما ضغطوا بواحد وبجوج باش ديما تبقى معاكم. هي راه ممكن تضغطوا بجوج من الاول، ولكن من الاحسن تحافظوا على اي اباري عندكم في المطبخ. صافي، وهنايا غتكون لا شابلور ديالنا واجده، وهي اللي درنا فيها ديك الكفيته ديالنا. يعني لا داعي انكم ديك الساعه نسموها باش ما بغيتو. وهنا بما اننا صايبين هادشي كلشي، علاش ما نديروش شي تحليه ونديرو شي كلاص ديال الفريز؟ هنايا عندي الفريز مجمد، مشات لي المرحله اللي كنت ما وريتكمش الفريز. ها نتوما شوفوا هنايا طحنتو شويه في الاول، يعني ممكن ديروا لولادكم كلاص بالفواكه بدون سكر بلا حتى شي اضافات وصحي.
غير بلي في خويا البنان، الكيوي، الفريزه، نتوما شوفوا نتوما تتحصلوا على كلاص اللي رائع ولذيذ بزاف. وغير بهذا الهشوار الحاد كنتمنى يكون الفيديو استفدتوا منه، وصلت للنهايه ديال هذا الفيديو. وما تنسونيش من اللايكات ديالكم والتعاليق ديالكم الجميله، وعواشركم مبروكات، دخل عليكم بالصحه والسلامه وزيد الرزق وباش ما تمنيتوا ان شاء الله. القاكم في حلقه قادمه، استودعكم الله.